إنريكي يدفع باريس سان جيرمان لضم ياسين بونو. أشارت شبكة RMC الفرنسية إلى تواصل PSG مع حارس إشبيلية، حيث يرغب الفريق الفرنسي في التعاقد مع حارس يملك الخبرة لمنافسة دوناروما. ويرغب لويس إنريكي مدرب باريس في توافر بعض السمات الخاصة في الحراس المتواجدين في فريقه، أولها القدرة على اللعب بالقدم للمساهمة في البناء. ويملك بونو خبرة، كما أن تتويج بونو بجائزة زامورا منذ عام رفقة إشبيلية وتألقه اللافت في الدوري الأوروبي الموسم الماضي يمثلان مرجعا جيدا لباريس الراغب في التحرك لضمه. بدورها أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى رغبة بونو في القيام بقفزة رياضية، ويفضل خيار الانتقال لبايرن ميونخ وتوتنهام، كما أنه سيرحب أيضا بالانتقال لباريس حتى لو كان سيلعب نظريا دور البديل. وختمت: باريس يفكر في التحرك لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إشبيلية لا يرغب في الجلوس للتفاوض على أقل من 20 مليون يورو. كل التوفيق لحارس عرين أسود المغرب.